صباح الخير، ازيكم عاملين ايه؟ ده الفلوج بتاع اما نقلت من السكن لسكن تاني. فانا خلاص كده خرجت من سكن الجامعة، فحبيت اصور لكم يعني البهدلة اللي حصلت واللخبطة اللي حصلت واصور لكم حاجتي وانا بلمها وكده. الحاجة كانت كتير قوي هنا، كنت بتكلم معاكم ان الحاجة كتير قوي والدنيا كلها بايظة ومكركبة. بس انا كان لازم اروق الدنيا علشان كان في روميت جايالي في الأوضة. هي جت قعدت معايا يوم واحد، فكان لازم ان انا اروق لها الدنيا قبل ما امشي. فبس دي هتبقى رحلتنا في النقل، يلا نشوفها مع بعض. كنت بفطر وبتفرج على العيلة الحلوة دي، بحبهم قوي. بس فاضل بس شوية حاجات فوق كده هخلصها والمها. اخر حاجة يعني شوية هدوم هنا برضو اللي انا بلبسهم، والحاجات دي اللي انا بنام عليها وبس، وهلم كل حاجة وهنقل من السكن هيوحشني قوي وكده. ما علينا من الزبالة. لسه يعني اعتبر ان انتوا مش شايفينها كده. بصوا بجد انا عايزة اعيط. يلا ادعولي يا جماعة، ادعولي. هنا كنت بدأت خلاص ألم الشنطة بتاعتي، كنت بوريكم يعني المعاناة بتاعتي في لم الشنط. حرفيا الشنطة من كتر الحاجات اللي انا حطيتها فيها ما كانتش بتقفل الا لما انا يعني قعدت عليها، قعدت اتنطط عليها شوية لحد ما قفلت. بجد وانا بشوف الفيديو ده حاسه ان انا عملت حاجات كتير ما كنتش متخيله انها هتتعمل يعني، او ان انا هقدر اعملها لوحدي. انا في حاجات كتيره قوي عملتها لوحدي خصوصا وانا بنقل، وكنت حاسه ان اللي انا بعمله ده مش هيخلص، وان الحاجه دي مش هتتعمل من كتر ما هي صعبه بالنسبه لي. بس سبحان الله يعني الحاجات احنا بنستصعبها الاول وبنشوف انها صعبه قوي، هي فعلا بتكون صعبه علينا، بس هي هتخلص وهتعدي. الوقت الصعب اللي احنا مرينا بيه اللي هو كان صغير هيعدي. اتعلمت ان انا ما هولش الدنيا قوي على نفسي، وما كبرش المواضيع قوي، واستمتع بكل لحظة انا بمر بيها حتى لو صعبة، لان بعد كده انا هفتكرها وهشوف انا قد ايه كنت بطلة ان انا عديتها لوحدي. افطر عيش بس وقهوة دلوقتي. الساعة دلوقتي حوالي 8. مش عارفة انا نايمة متأخر بس صحيت بدري تقريبا عشان التكييف بايظ. ف هلم بقى كل الحاجات دي بعد ما افطر. بس محتاج اغسل دول كمان عشان حاسه فيهم تراب شويه، فبفضل اغسلهم قبل ما انقلهم. في حاجات عايزه تترمى برا، وفي حاجات هعبيها تاني. بس معايا بقى وانا بنقل وكده علشان تشوفوا اللي هيحصل الحاجات دي. بس بجد يا جماعه، ده تاني يوم انا خلاص لميت كل حاجه. الشنطه دي خدتها من زمايلي، خدتها منهم عشان نلم معظم الحاجات عشان ما تبقاش كتير كده وتبقى سهل ان انا انقلها وكده. النهارده تاني يوم، طبعا في روميت جايه، فانا حاولت اظبط الجزء بتاعها ده، فيعني ظبطته على قد ما قدرت ومسحته لها كله. انا روميت صالحه جدا. فيعني روقت الاوضه وكده، فاضل بس الشوز في الحاجات والسليبرز في الحاجات ديت هعينها، وهلم السرير والحاجات دي والبطانية والحاجات دي، وهلم اخر حاجة اللابتوب وبقية الحاجات اللي انا بفطر منها وباكل منها اليوم وكده. انا لسه هنقل بكرة، بس انا هحاول انقل النهاردة شوية حاجات عشان الدنيا متبقاش كتير عليا. بس ادعولي. يا جماعة انا نقلت الشنطة دي، شنطة تانية كانت برا، لسه بقية الحاجة دي، لسه حاجات كتير قوي معلش مش باينين عشان انا خلاص مش قادرة، و جيت ارتاح شوية عشان اكمل. النهاردة في روميت جايالي، فانا لازم افضي الدنيا شوية عشان بصوا حاجة كتير قوي، لازم افضلها الدنيا شوية، بس انا خلاص ما عدتش قادرة بجد ولوحدي.
الحمد لله، معانا ربنا الحمد لله. من اللحظات اللي انا مش هنساها ابدا اللحظة دي، صحابي جولي فجأة وعملوا لي اكل وساعدوني في لم الحاجات وتنظيف وكده البيت، فبصراحة يوم مش هنساه ابدا. هاي يا جماعة، عاملين ايه؟ انا امبارح وصلت بس معرفتش اصور لكم قوي عشان كان الموضوع صعب قوي عليا ان انا الاقي ده كله لوحدي، ففي بعض صحاب ليا ساعدوني، فالحمد لله يعني وصلت بالسلامة. بس دلوقتي انا غسلت الحمام. اول حاجة عملتها الصراحة فتحة الشباك برا علشان يهوي شوية، والغسالة في مكان لوحده، فالغسالة هنا وده الحمام. هبقى اصور لكم تاني بعد ما اخلص يعني يكون المنظر احلى شوية. تمام، ده المطبخ لسه ما روقتش فيه اي حاجة، حاسه بكركبة كتير ففي حاجات هرميها. وده المكتب، لسه الشنط. حاليا انا برص الهدوم في الدولاب بس، فالمفروض ارص دول والشنطة دي، ودي كمان فيها هدوم. انا هدومي مش كتير بس موزعاهم في الشنط عشان يبقوا خفاف شوية، وبرضو كانوا تقال بس. ومش عارفة لسه عيني اللحاف ده فين، تقريبا هعينه في شنطة من الشنط واحطه فوق الدولاب يعني، فوق هنا كده. بس لسه الدنيا مكركبة، انا هروق الجزء ده واعين الحاجة دي. في حاجة تتحط في التلاجة، في حاجات هتدخل تتعين في التويلت، وفي حاجات هتتعين في الادراج. لسه مش فاهمة ايه اللي بيحصل بس يعني انا مكركبة الدنيا. فخلاص انا روقت المكتب بس هو لسه عايز يتروق تاني، ولسه عايزة مساحة احط فيها السكين كير والحاجات دي علشان مفيش مساحة عندي. فانا هحاول احطهم في الادراج او في التويلت لحد ما اجيب لهم منظم احط فيه. الدولاب انا روقت شوية فيه بس لسه في حاجات ما تروقتش قوي، فهبقى اروقها بعدين يعني. تمام، وهنا الادراج حطيت فيها هدوم وحاجات، والباسكت دي صحابي اشتروها لي. حلوة قوي شكل الكاب بتاع الكوفي، كانت عجباني قوي بصراحة. انا هروق بقى واصور لكم بعد ايه، بعد ما اروق الليلة دي كلها. انا هعمل شاي ايه، هعمل قهوة. مفيش شاي اصلا، كترت المية شوية بس يلا مش مشكلة. انا اي معلقة بجيبها من الدرج بغسلها اما بس يعني ايه احس بالامان شوية عشان انا لسه مش حاسة بالامان في المكان، لا يعني الامان في الاطباق الحاجات يعني، عشان بس يعني ايه. هو انا عموما انا كده على طول يعني، حتى في البيت في مصر كنت كده، اي حاجة كده لازم اغسلها كويس. انا نسيت واكلت، معلش. هو ده الاكل اهو، حاطه بيض وحاطه شويه توابل، ودي القهوه بس. هفطر بقى. احنا كان لينا صديقة أردنية عزمتنا على الأكل الحلو ده، بصراحة الأكل كان تحفة، استمتعت بيه في كل لقمة كنت باكلها، بجد عايزة أشكرها جدا، تسلم إيديها. اليوم ده كان فيه احتفال في شاطئ جونجلي،
واحنا ما كناش نعرف، احنا رحنا كده صدفة يعني، لقينا او قدرا لقينا الاحتفال ده. فالصراحة كان يوم حلو وما كنتش متخيلة ان انا ممكن استمتع كده، فالحمد لله ان احنا استمتعنا سوا، علشان انا ممكن صاحبتي الأردنية ما ترجعش تاني، فترجعش تاني كوريا. فانا للاسف حزينة جدا ان انا مش هقدر اشوفها لفترة طويلة، بس اتمنى اشوفها قريب ان شاء الله. فكنت يعني عايزين نستمتع سوا، فجبنا قهوة وقعدنا شوية على الشط وحضرنا التورون شو، فهخليكوا بقى تحضروا معايا. Hello. English? Okay, many card in here. Just take one card. Just take one card, please. Choose one. It's okay, choose one. Can I? Yes. Okay. Take one card and show your card to the audience. Except. 잠시 후 그다음에 three. 다시 한번 Couple. 안내드립니다. Now 잠시 we 후 can see the 8시 couple here. REM 보라. 온라인 주제 카드 보라색으로 만들어 잠시 버려. 후면을 시작하겠습니다. 보라. 즐겁고 안전한 관람을 위해 보라. 역사장 안전띠 밖에서 색깔이 왜 바뀌냐고요? Yeah. 안전하게 관람해 주시기 How can you know? 해볼까요? Wow. ما احتاج النظارة غير يعني بس بدي اشوف نفسي وداعنا. ايوه زي هيك بدي اشوف ايش منظر حلو بعيد بس دايما اشوف Going there? Yeah? Yeah.
فانتازي. واو. يا ربنا، الدراسة ورانا ورانا. بيفكرنا. ايوه.
وبكده يكون خلص عرض الدورن شو. فأتمنى ان انتوا تكونوا استمتعتم، واتمنى ان انا خففت عليكم التوتر شوية اللي عشتوه معايا وانا بنقل. بس اتمنى تكونوا استمتعتوا بالشو كأنكم موجودين معايا، وشكرا لكل دعواتكم والكلامكم الحلو، وشكرا ان انتوا دايما بتستنوني، واشوفكم ان شاء الله في الفلوج الجاي. باي باي.